مارو عليه العين زي حورس، ودي عين حورس. طب هو مين اصلا حورس؟ وليه الناس فاكراه عصفوره؟ هو مين دول اللي قالوا عليها عصفوره؟ عصفوره ازاي يعني؟ مش فاهم. هو مفيش اي تمييز؟ ده انا اله ابن اله يا جماعه، مش كده بس. عندنا دي يا اسطى، حقك عليا يا رجوله، دي المعابد كلها تشهد لك على رجولتك والله. حورس اله ابن اله، استغفر الله العظيم يا رب. بس بقى قبل ما احكي لكم خليكم عارفين ان دي كلها اراء. دي اراء. حورس كانت صورته الصقر، وده اللي كان منقوش على حجر الملك مينا، وهو بقى بيسحب رؤوس الاعداء. قصه حورس بقى اللي خلته تاني اقوى الالهه دي مش من فراغ، عشان بقى هو ابن ايزيس واوزوريس اله الخير، اللي اخوه ست اله الشر كان بيغير منه جدا وقتله. وفضلت ايزيس بقى تدور على جسم جوزها، واتجسدت في شكل طائر، وبقت تلف تدور على التابوت اللي فيه جسم جوزها. وبقدرتها الالهيه وتعاوزها الشقيه فضلت بقى تدعي للالهه الاكبر منها، لحد ما اوزوريس رجع للحياه تاني، وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا حورس زينة الالهه وارجلهم، اللي ابوه اللي لسه راجع الحياه دي وكله امل انه يقعد يعلم ابنه ازاي يصطاد سمك ويمسك الاسلحه اللي تليق بسن اله كوتومونوس زيه. لحد ما في يوم اوزوريس خد عدته وراح يصطاد. هو اله بس ما كانش لاقي ياكل، وعشان بقى العيشه صعبه وكان عايز يجيب لحورس سبلايز المدرسه، اتاخر في رحلته في الصيف. ايزيس تقلق عليه، تقول احيه ده طلع بيخوني ولا ايه؟ ده انا رجعتك للحياه بعد ما كنت في التابوت هتعفن. يقوم يفاجئها الاله ست ويقول لها انه قتل اوزوريس، والمره دي بقى مش هتعرفي ترجعيه، عشان انا بقى قطعته زي الشيش طاووق كده ورميته في بلاد كتير. فهتيجي معايا انت بقى والعصفور بتاعك الصغير ده بالذوق ولا لا؟ اول حاجه ايزيس فرحت ان اوزوريس ما بيخونهاش، وبعد كده افتكرت انها الهه وقالت له لا ده انا الهه وممكن ابهدلك يا عره الالهه، فخدهم بالعافيه. ما بيتفهمش سد خالص. فكرتني ليه باليوم ده يا ام؟ وحد الله بقى يا حورس ما تعيطش، لا اله الا الله. كملي تمام. فيروحوا على طيبه ويحبسها ست، تتوسل للآلهة إن هم يخرجوها من حبسها وتخرج وتدور على شيش طاووق جوزها في كل حتة وتقعد تلملم فيه. هيستغل ست بقى إن هي مش على ابنها ويبعت عقربة شريرة زيه تموت حورس، وتفضل إيزيس بقى تتوسل للآلهة عشان يرجعوا لها ابنها تاني. الآلهة تعبت بجد من زنك يا إيزيس، فيرجع حورس للحياة تاني. أمه بقى تسيبه عند كاهنة عايشة في جزيرة مسحورة، والتاني مرة تقدر ترجع أوزوريس للحياة، بس بيبقى حاكم للعالم السفلي. كبر حورس وراح لمجلس الآلهة وقام قايل لهم أنا مخصم مع عمي وجاي أشتكي لكبيره عشان بقى قتل أبويا مرتين وخد منه الحكم. رع الكبير بتاعهم فضل يفكر يدي الحكم لحورس ولا يسيبه لست، وهو كلهم بقى يتقي شره. قام رايح لنيت ام الالهه يستشيرها، قال لها الاولاد بيتخانقوا نعمل ايه؟ قالت له ادي الحكم لحورس عشان ده العدل يا راراتي، وده ميراث ابوه، والواد ست بقى كفايه عليه كده، بس هنراضيه باللي فيه النصيب، حته ارض وجوزه 2 من بناتك اهو يبقى اله اتجوز اله تاني. الكلام ده بقى ما دخلش دماغ رع قال لا ده كبره، وازاي الواد حورس بجح كده ويجي يقول لي انه عايز ياخد العرش؟ عرش مين يا ابو عرش؟ ده انت عيل كوتومونوس. وبكده رع اعلن انه ضد حورس. الدنيا جت عليك قوي يا حورس. بس بعد كده حكموا ان حورس وست من حقهم يدخلوا مبارزه مع بعض، والكسبان هو اللي هيحكم والخسران ام رقاصه معروفه. يفضلوا في معارك لمده 80 سنه، فراغ والله، كل واحد عايز يثبت انه الاجمد ويعلم على التاني. وخسر حورس عينيه في الحرب، بس بقى من غير افوره ودراما عمته حتحور رجعتهم له تاني عادي. ومكان ما ست دفن عين حورس طلعت زهره اللوتس ونورت الارض. ورع بعت لاوزوريس ابو حورس اللي بقى حاكم الموتى، واوزوريس قال له بتوعى على ابني في غيابي، ده من غيري ما كنتوش هتلاقوا تاكلوا، عشان انا اللي خلقت الحبوب والشعير اللي بتاكلوه ده. رع رد وقال له ده انا اللي خلقتك يا واد، ما تنساش نفسك، قنبله الحياه. اوزوريس بقى رد عليه وقال له خلي بالك يا ابو الالهه عشان العالم السفلي ده في ايدي، وانا بقى بهددكم بشكل واضح جدا ان لو ابني ما اتنصفش انا بقى هوريكم كائنات ما كنتوش تحلموا تشوفوها. امين. راح ابو الالهه جاب ورا وقال لهم خلاص يا جماعه حورس هو اللي هيحكم، بس انا بعد اذن الالهه الموجودين مش عايز نفسيه ست الشرير تتاثر، وعشان كده هخلي الرعد صوته عشان هيبته ما تروحش بين الناس، وكده الاسطوره تخلص انه يحكم حورس وست يقسموا الحكم. بس الروايه دي بقى مش عجباني نهايتها بصراحه. في ناس تانية قالت ان حورس عنده تعويذة قوية اسمها تشابلت اوف فيكتوري اللي بتخليه يفجر اعدائه لحتت صغيرة، بس الحلو ما يكملش، لازم يعمل التعويذة دي 4 مرات ورا بعض عشان عدوه يتفجر. وابن ايزيس بقى بيموت في التعويذ، ودي اللي استخدمها عشان يخلص من عمه سعد. فحورس بقى مش عصفورة، حورس ده اسطورة. حورس مش عصفورة، حورس ده اسطورة. وكان معاكم
من اوضتها عادي.